السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من جولدن بودكاست. النهاردة عندنا حلقة خاصة جدا، ليلة مميزة من ليالي رمضان، الليلة اللي بتكتب فيها الأقدار، الليلة اللي ربنا وصفها في كتابه الكريم إنها خير من 1000 شهر. أكيد عرفتوا بتكلم عن إيه، ليلة القدر. احنا دلوقتي في العشر الأواخر من رمضان، والوقت ده هو وقت الاجتهاد، وقت القرب من ربنا، وقت اللي ممكن حياتك كلها تتغير فيه. عشان كده حلقة النهاردة هتكون مختلفة، مش مجرد كلام لكن رحلة مع ليلة القدر. هنحاول نفهم فضلها، علاماتها، ونعرف ازاي نحييها بطريقة صحيحة. خليكم معايا، وما تنسوش انكم تنشروا الحلقة علشان الأجر يعم، يمكن حد يسمعها ويعمل بيه حاجة فيها وتاخدوا ثواب معاه. يلا بينا نبدأ. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة القدر: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الآيات دي بتوضح قد إيه الليلة دي عظيمة. تخيل معايا، 100% من عبادتك في ليلة القدر بتساوي عبادتك ل1000 شهر، يعني حوالي 83 سنة. تخيل كده، لو قلت تسبيحة أو قرأت آية أو صليت ركعة كأنك بتعملها لمدة 83 سنة متواصلة. طب ليه اسمها ليلة القدر؟ في كذا تفسير لاسمها. لأنها الليلة اللي بيتحدد فيها الأقدار لسنة كاملة، زي ما قال ابن عباس رضي الله عنه. لأنها ليلة عظيمة القدر عند ربنا، أو لأن اللي بيعبد ربنا فيها بيبقى ليه قدر ومكانة كبيرة عند ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني مجرد قيام الليلة دي بصدق وإخلاص كفيل إنه يمسح كل ذنوبك السابقة. حاجة عظيمة جدا، صح؟ ناس كتير بتسأل: إزاي نعرف إن الليلة دي كانت ليلة القدر؟ هل في علامات واضحة؟ العلماء ذكروا بعض العلامات اللي تميز الليلة دي. أول حاجة، الجو بيكون معتدل، لا هو حر قوي ولا برد قوي. تاني حاجة، السماء بتكون صافية، ما فيهاش عواصف ولا سحاب كتير. تالت حاجة، شروق الشمس بيكون بدون أشعة قوية. الصبح اللي بعد ليلة القدر الشمس بتطلع ضعيفة شوية كأنها بدون أشعة حادة. رابع حاجة، إحساس بالسكينة والراحة النفسية. الليلة دي بتحس فيها بهدوء وسلام داخلي مش طبيعي. طب لو فاتتني ليلة القدر، للأسف مش هتعرف إن الليلة كانت ليلة القدر إلا بعد فواتها. وده ليه حكمة، لأن المطلوب منك مش إنك تدور عليها، المطلوب منك إنك تجتهد في كل الليالي الوترية علشان ما تفوتهاش. طيب احنا عرفنا فضل الليلة وعلاماتها، السؤال المهم دلوقتي: هنعمل ايه فيها؟ ازاي نستغلها بأفضل شكل؟ هقولكم على شوية أعمال مستحبة في ليلة القدر. أول حاجة، الصلاة والقيام. أكتر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها في الليلة دي هي قيام الليل.
صلي لو حتى ركعتين، المهم تكون بإخلاص وخشوع. ممكن تصلي 8 ركعات أو أكتر حسب طاقتك. تاني حاجة، قراءة القرآن. الليلة دي هي الليلة اللي بدأ فيها نزول القرآن، فازاي ما تكونش أقرب للقرآن فيها؟ لو حتى صفحة واحدة، لكن اقرأها بتدبر. 3. الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم علم السيدة عائشة دعاء مخصوص لليلة دي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. استغل الليلة واطلب كل اللي نفسك فيه. ادعي لنفسك، لأهلك، لأصحابك، وللأمة كلها. 4. الاستغفار والتوبة. ربنا في الليلة دي بيعفو، فخد بالك ما تضيعش الفرصة واطلب المغفرة. 5. الصدقة، حتى لو بجنيه. الليلة دي أي عمل فيها بيتضاعف بقدر 1000 شهر. خلاص قربنا ننهي الحلقة، بس خليني أفكركم بأهم الحاجات اللي قلناها. ليلة القدر ليلة عظيمة جدا وخير من 1000 شهر. علامات ليلة القدر مش دايما واضحة، لكن المهم إننا نجتهد في العشر الأواخر. أفضل الأعمال فيها الصلاة، القرآن، الدعاء، الصدقة والاستغفار. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عتقائك من النار، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.